السلام عليكم. بصراحه كده انا كنت متحمس جدا لفيلم الشاطر بتاع امير كرارة، وكنت ناوي اروح السينما عشانه، بس الحمد لله الفيلم اتسرب قبل ما اروح، وده من حظي الحلو، لان الفيلم بصراحه مش حلو او مش عاجبني انا. ولو عندك راي تاني تقدر تكتبه في التعليقات. الفيلم مصنف كوميدي اكشن. هتسالني الفيلم فيه اكشن، هقول لك اه. هتقول لي فيه كوميديا، هقول لك لا. انا ما ضحكتش غير في مشهد واحد هقوله لك في اخر الفيديو. نيجي بقى لقصه الفيلم باختصار. امير كرارة دوبلير في السينما، بيعمل مشاهد اكشن، وعنده اخ بلوجر سافر تركيا علشان يصور فلوجز، فبيجيله فكره انه يعمل ترند انه اتخطف هناك. طبعا امير كرارة بيطلع هو وصاحبه على تركيا عشان ينقذ اخوه، وهناك بيقابل هنا الزاد، وامير كرارة بيقع في مشكله مع اخطر راجل في تركيا، وبيتعاون مع هنا الزاد ويسرقوا منه فلاش عليها اسرار مهمه، ويرجعوا على مصر ويطاردوا مع عصابات لحد ما يظبطوا خطه يخلصوا بيها من الناس اللي بتطاردهم، ومش بس كده ويستفادوا منهم كمان ب 150 مليون دولار. ودي قصه الفيلم باختصار. نيجي بقى للمشهد اللي ضحكني. اصل ما ينفعش احمد مكي يعمل مشهد وما ضحكش، الصراحه حركه صايعه ودت الفيلم في حته تانية. والميكس اللي بين احمد مكي ومصطفى غريب جامد جدا، لازم يعملوا فيلم مع بعض. فمن حيث تقييمي للفيلم هنديله 6.5 من 10. وبس كده، ما تنساش اللايك والاشتراك، وشاركنا برايك في الكومنتات، وسلام.